الله وبركاته. معاكم دكتور محمود محمد عز الدين، صيدلي واخصائي تغذيه. وهنتكلم النهارده عن ادويه التخسيس الغير مرخصه عالميا، وفي منها ادويه مرخصه في مصر. طيب يا دكتور، ليه الادويه دي غير مرخصه عالميا ومرخصه في مصر؟ هي غير مرخصه عالميا لان ملهاش مفعول اقدر فعلا استفيد بيه فعليا في التخسيس، مفعول اقدر اشوفه بعيني، لكن الادويه دي امنه، فبالتالي هي مرخصه في مصر. اول نوع من الادويه دي الادويه اللي بتقلل الشهيه. طيب يا دكتور، بتقلل الشهيه ازاي؟ عن طريق ان هي بتنفش في البطن مع الميه فبتسد الشهيه بتاعتي. ملحوظة مهمة جدا مع الأدوية دي، لازم مع الأدوية دي أشرب مية كتير جدا عشان تعرف تنفش في البطن وبالتالي تسد الشهية. أمثلة للأدوية دي إيه يا دكتور؟ الأبل لايت، البران، مادة الجارسينيا كامبوجيا. تاني أدوية معانا هي الأدوية اللي بتقلل امتصاص الدهون والكربوهيدرات أو السكريات. أول دواء معانا كنا اتكلمنا عنه هو الأورليستات، وقلنا إن الأورليستات بيقلل امتصاص الدهون. عندنا برضو الشيتوزان أو الشيتو، والدواء ده بيقلل امتصاص الدهون والكربوهيدرات. عندنا كمان دواء السكر المشهور اللي هو السيدوفاج أو الجلوكوفاج، وده بيقلل امتصاص السكريات أو الكربوهيدرات. تالت حاجة عندنا أدوية بتساعد في الحرق. أول دواء من الأدوية اللي بتساعد في الحرق هو الكروميوم. الكروميوم ده بيساعد جدا في حرق الكربوهيدرات أو السكريات، فبالتالي هو بيفيدني في التخسيس أو حرق الكربوهيدرات، وبرضه مفيد جدا لمرضى السكر لأنه بيساعد في حرق الكربوهيدرات. عندنا برضو دواء الكارنيتين، والكارنيتين ده بيساعد في حرق الدهون، لكن يفضل اني اخده مع الرياضه. طيب الجرعه ايه يا دكتور بتاع الكارنيتين؟ جرعه الكارنيتين قبل الرياضه او قبل الاكسرسايز اللي انا هعمله بنص ساعه باخد 1 ل 3 جرام. اخر حاجه عندنا في الادويه اللي بتساعد في الحرق هو الشاي الاخضر والكافيين. كده خلصنا حلقتنا النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عن ادويه موجوده في السوق المصري موجود فيها تركيبات من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها، بمعنى ان ممكن تلاقي دواء بيقلل امتصاص الكربوهيدرات والدهون وفي نفس الوقت بيسد الشهيه وفي نفس الوقت بيساعد في الحرق. ولو عند حضراتكم اي استفسار اتفضلوا في الكومنتات.